مش لازم الجنون يكون خلل في العقل، ممكن يكون تصرف أو قرار زي اللي حصل لي بالظبط. الساعة 1 بعد نص الليل وأنا راجع على الطريق شفت سيرك، قررت أدخل أتبسط شوية. رحت للحارس عشان أقطع تذكرة، قال لي الدخول النهاردة مجاني، اتفضل. دخلت السيرك بس الجو العام ما كانش مريح، والناس وشوشها صفرة كأني مسحوب منها الروح، وحاسس إني مش مرتاح. المهم الفقرات بدأت، والناس لا بتسقف ولا بتتفاعل مع الفقرات، كأنهم جثث قاعدة على كراسي، لحد ما جت فقرة تنويم المغناطيسي، والراجل اختارني عشان اساعده في الفقرة. نزلت له وعلى وشه ابتسامة خبيثة. قعدت على الكرسي وقال لي غمض عينيك، وقعد يتمتم بكلام مش مفهوم. وفجأة لقيت نفسي واقف وبحاول ان افتح عيني ومش عارف. ناديت عليه ما ردش عليا. انا مش عارف افتح عيني فعلا، بس مش ده المرعب. المرعب ان حاسس ان في ايادي كتير بتلمسني من كل اتجاه، وصوت انفاس حواليا في كل حتة، وفي حاجات بتمشي على جسمي. حطيت ايدي على عيني عشان افتحها، مش عارف. بدأت اصرخ من الرعب. سمعت صوته جاي من بعيد بيقول لي فتح عينيك فتح. فتحت وانا مخضوض ومش مستوعب اللي بيحصل. الغريب ان الناس بتسقف وفرحانة كأن الحياة دبت فيها، ونفس ابتسامته السخيفة لسه على وشه. قال لي جاهز للفقرة التانية؟ اتمسكت وحاولت ابان قوي وقلت له جاهز. جاب مراية وحطها قدامي، والتاني مرة بدأ يتمتم بكلام غريب. بدأت أشوف في المراية صور لأهلي وهم ميتين موتات بشعة، اللي محروق واللي مذبوح. قلت له كفاية، وهو يضحك كفاية حرام عليك. فجأة كل الناس وقفت وصرخوا صرخة مرعبة. من قوة صرختهم المراية انفجرت والشظايا دخلت في كل حتة في جسمي. وقعت على الأرض وأنا بنزف من كل حتة، وخلاص حاسس إن موت. قلت له الحقني. قال لي هلحقك بس روحك هتبقى ملكي. بعد فترة كنت واقف، لقيت شاب بيقرب عليا وبيقول لي لو سمحت عايز ادخل السيرك.